مساء الخير عليكم، يا رب دايما اشوفكم بكل خير. هنتكلم النهارده عن موضوع مهم جدا في كل بيت، وهو الاحتواء الاسري للاطفال. بشكل عام كل ولادنا بيبقوا عايشين معانا، عايزين مننا المأكل والملبس والدواء العلاج والدواء والتعليم بشكل عام. ده كويس جدا. طب في عنصر مهم قوي احنا لازم برضو ناخد بالنا منه، انك تصاحب ولادك، انك تهتم بنفسيتهم، انك تدلعهم. تدلعهم، دلع ولادك. لو عندك بنوتة كده حلوة دلعها، يعني اقعد دايما كده. اهتم بيها، تغزل فيها بنتك، حسسها دايما ان هي جميلة، حسسها ان كل صفاتها حلوة. والولد برضو حسسه برجولته، حسسه بقيمته في البيت، وخد رأيهم، صاحبهم. علشان انت اقرب حد لازم يصاحبهم، اقرب من اقرب صاحب ليهم في المدرسة او في الكلية او في شغلهم. ليه؟ لان مفيش حد في دول هيهمه ان انت يكون ولادك كويسين الا انت. يعني صاحبهم دول مهما كانوا بيحبوهم صحابهم، بس مش هيبقوا عايزينهم احسن منهم، استحالة. لكن انت الوحيد، انت وامهم اللي عايزينهم يكونوا احسن منك. فانت اقرب الناس واحق الناس بالصحبة. انت خد بنوتك كده واطلعوا تمشوا. انت جيتي من الجامعة النهاردة متأخرة ليه؟ ايه اللي حصل معاكي؟ طب فاضي كده معايا، وخلينا اصحاب، وخليك كده جدع معاهم. والولد نفس الحكاية، صاحبه في وقت المراهقة بتاعه، صاحبه اتكلم معاه، فهمه كل حاجة. ما ينفعش نسيب ولادنا جوه البيوت جعانة للحنان والعطف والحب والحنية، ونبقى سايبينهم تماما لغاية ما هم يطلعوا ياكلوا من العلاقات المسمومة بره. ما هو لو دور على ده وجاع جوه البيت من احتواء سيادتك، هيطلع بره عشان يدور على ده. تيجي من هنا بقى، الطفل لما بياكل بره بيته بيرجع تعبان، بنقول ده كل من بره فخد فيروس في بطنه. نفس الحكاية، اللي بيتعلم ياخد الحب والحنان والعطف من صحابه بره او من الشارع، دي علاقات برضو مسمومة، بتعمل له فيروس في دماغه، بتطير له فكره، ثقافته، قيمه، مبادئه، اخلاقه. حاجات كتير ممكن تتدمر انت زارعها فيه، بس هي بتروح علشان انت سبت لحد تاني الدور بتاعك. مهم جدا ناخد بالنا من ولادنا، مهم نصاحبهم، مهم دايما نكون واخدين بالنا منهم وبندلعهم. ندلعهم جوه البيت. الحب والحنان والاحتواء وكل الحاجات الجميلة دي لازم يشبعوا منها جوه البيت. في بنات لما بتيجي تتجوز تبقى حزينة ان هي تسيب البيت والدفى والحنية دي، وفي بنات تانية بتقول امتى اخرج من البيت ده. اتمنى تكون رسالتي وصلت. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أشكركم، سلام عليكم ورحمة الله.